صورة بلدنا التلفزيون المصري قناة القاهرة. طبعا الكابتن رضا مصطفى والاستاذ محمد باقي مستمتعين بجوله الملاعب دي لدرجه ان احنا قررنا عندنا ماتشين باقيين فقلنا نكمل، لان فعلا عندما يكون معاك خبير بوزن الكابتن رضا مصطفى ومعاك محمد باقي طبعا باخباره وحصرياته واحصائياته، مهم جدا الماتشات اللي احنا بعاد عنها ان احنا نشوفها بعينينا ثم نلقي الضوء عليها، يعني افضل بكتير. فارجو انكم تكونوا مستمتعين معنا في هذه الجوله عبر ملاعب الدور الثالث في كأس مصر، وهذه المره الى ملعب نادي ديكرنس، حيث مباراه ديكرنس ودقادوس والتي انتهت بفوز ديكرنس 3-2. المركز الاعلامي لديكرنس اهدانا هذا التقرير. في الدور التمهيدي الثالث والتسديده حلوه وجوه الجول والهدف الاول، هدف الافتتاح محمد شريف. هذا الكره البينيه وخطيره وهو جول والهدف الاول لفريق ادوس، وهدف جميل ومباغت. دوري مباراه وادي كوره محمد شريف وبينيه جميله وحماده، هو جول وجوه الجول وعملها حماده السعيد، والهدف الثاني الرائع الجميل. رقم 16 جوده نزل حماده من محمد عيد. في ايه؟ ضربه جزاء ولا ايه؟ عبد الحافظ وداخل على كوره، عبد الحافظ مصطفى علي بيلعب العرضيه، انما احمد رضا يطلع على طول هدف ثاني والهدف الثالث بيلعب الحمد لله احنا بنلعب النهارده من غير حارس المره الاساسي. انت شفت الاساسي وانا دخل البيت يعني كل احتياطي واول مره يلعب من اول الموسم. ربنا ما اردش، احنا تعبنا وعملنا اللي علينا طبعا. بنلعب فريق كبير ووراه جمهور كبير طبعا. احنا لينا شرف ان احنا وصلنا للجول دوت، والحمد لله يعني النتيجه بتاعت ربنا يعني كل حاجه كويسه، حاجه تسعد يعني. لكن كان في بعض استهتار ورعونه من اللاعبين، وخصوصا احنا بنحضر للماتش اللي جاي، ماتش طنطا. يعني وانا فهمتوه في المحاضره الكلام ده ماتش قوي ومسابقه رسميه، لازم نأدي اداء قوي. دي زاويه، والزاويه الثانيه ان احنا بنحضر التيم لماتش طنطا، لان مفيش فرق يوم واحد بس نتمرنه خفيف ونروح نأدي ماتش طنطا. احنا كنا ممكن خلصنا الشوط الاولاني بجون واثنين وثلاثه واربعه، بس احنا استهترنا وترخينا وكده، ودي النتيجه يعني ان هم ضغطوا علينا شويه ودي الكوره. الحمد لله ان احنا كسبنا. بس اهم حاجه ان احنا كنا نكسب النهارده. حضرتك عارف ان احنا ماتش يوم السبت ده اهم طبعا من الكاس اللي هو ماتش طنطا. فرقه جامده، وبعدين احنا زي ما انت فاهم عندنا غيابات كتير. احنا عندنا حسام الصياد النهارده كده، فيكتور. احنا كنا بنلعب كله بيحافظ عشان اللاعب اللي عنده انذار او اثنين ما ياخدش انذار عشان يوقف في ماتش طنطا. فريق ديكرنس فاز على فريق دقادوس 3-2. محمود خالد لكرة بلدنا قناة القاهرة.